بقلبي معكم النهاردة أنا هعمل العلب القديمة بتاعتي أحولها لحاجة وشكل جديد. هو شبه التركي بس يعني مش تركي، طبعا التركي ليه شكل غير كده، بس أنا هجدد يعني من شكل التوابل، هعملها علب جديدة. يلا خشوا معايا يا حبايبي شوف الطريقة. طبعا يا حبايبي معايا علبة التوابل دي عادية خالص، يعني مفيهاش أي حاجة، فأنا هغير من شكلها. ومعايا بوية هنا بيضة هدهنها. ما تنسوش يا حبايبي تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيكم كل هو جديد في جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرشة صغيرة وعندي بتاعة رسم، وعندي البوية دي قديمة، فأنا هضرب التوابل، هجدد من شكلها بس مش أكتر، يعني فكرة بدل ما التركي الغالي والكلام ده، شكل جديد في مطبخك وخلاص، يعني مش حاجة مكلفة ولا أي حاجة. انا طبعا معايا 3 علب، بس انا هأثر عليكم الفيديو مش هطوله، هعمل قدامكم واحدة بس يعني. يا حبيب قلبي ازاي. طبعا بويا عندك قديمة تشتريها، بس اي حاجة اي شكل عندك، اي لون ايا كان، روز ابيض اي لون، اهم حاجة تجددي من مطبخك وخلاص. بس انا حبيت يا حبيبي اوريكم ازاي ان هي بالراحة خصمة، يعني من غير من اي تكلفة ولا اي حاجة معاهم، عشان ما تعكيش الدنيا بالراحة. انا خلصتها يا حبايبي اهو، هسيبها طبعا تنشف. هسيبها لحد ما تنشف. بعد كده طبعا معايا لون اسود، انا خلصتها خلاص يا حبايبي كده. انا قبل الفيديو طبعا انا عامله 2، بس انا حبيت اوريها اعملها معاكم. هسيبها لحد ما تنشف خالص. طبعا معايا اللون الاسود، انا هعملها طبعا هنقطع عشوائي مش بالترتيب يعني. يا حبيب قلبي تجيبوا قطنة او اي حاجة، منديل هند، منديل عادي، اي حاجة عندك، قماشة، اي حاجة تحطيها في خلة. تاجي طبعا حاطة اللون ده مع اللون الابيض، هيديكي شكل روعة. بس ازاي يا حبيبي انا خلصتها، برضه انا حبيت اعمل معاكم دي. طبعا هعمل التانيين بعدين. طبعا الغطا برضه هديله شكل، هعمله شكل اسود يعني وابيض مع بعض، اسود وابيض. طبعا برضه يا حبيبي اي يعني رسمة في مخك انت، في اي حاجة في بالك، برضه بتدي شكل جميل. اهم حاجة الجديد من مطبخك، والجديد اي حاجة في بيتك جديدة بتدي روح كده، طاقة ايجابية كده في البيت. طبعا هديها برضو من فوق شوية عشان شكلها يبقى حلو. انا خلصتها طبعا، سيبها تنشف شوية لسه بتلزق معايا، هسيبها تنشف حتى تستخدميها عشان ما تلزقش في ايدك وتدعك الدنيا. طبعا انا خلصتها يا حبايبي. هو بينشف الشكل اللي ما بيطلعش اصلا منها ده، عادي لو حبيتي تمسحيها تغسليها بحاجة ما بيطلعش، بيلسق. يا حبايبي يا رب يكون الفيديو كان عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيكم كل هو جديد في جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.